بقالك 4 شهور شغال على الكونتنت ولسه لغايه دلوقتي مش عارف تعدي ال 500 فولورز، صح؟ في مشكله شائعه بتحصل، وهو انه ناس كتير بتنزل كونتنت بس مفيش حد بيسمع. ده شيء بنشوفه كتير، بنكتب وبننزل كونتنت ومفيش لايكس ولا كومنتس ومفيش حد بيسال ولا سؤال ولا بيتفاعل. احيانا بتحس انك انت مش متشاف ومجهودك ملوش قيمه، وانه شركات التسويق اللي انت شغال معاها ضعيفه. يمكن في معلومه انت مش عارفها، وهي انه الناس مش سخنه زي الاول، المنصات ما بقتش بالقوه زي الاول، الالجوريزمز ما بقتش دايما معاك. انت ممكن تكون شايف انه في ناس بتكبر وبتنجح، بس الحقيقه في نقطه انت مش واخد بالك منها. انت مش بتكلم الناس بلغتها لسه، انت لسه مش بتكلمهم عن وجعهم، انت مش بتكلمهم عن اللي شاغلهم دلوقتي. اكتر من 70% من الكونتنت بيفشل مش عشان هو وحش، لكن بيتكلم عن صاحبه مش جمهوره. اتكلم عن جمهورك. المسج ما ينفعش تبقى مسج عامه، هي عباره عن مكالمه ما بينك وما بين عميلك. الحل مش انك تفضل تزود كونتنت. في تكنيك اسمه التوك تكنيك. تي هي توك ذير بين، اتكلم عن الالم بتاعهم. ايه هي افويد او تجنب الكلام العام. ال هي اللانجوج، خلي لغتك شبه لغه الناس. كي keep it about them، خلي الكلام والكونتنت عن الناس مش عنك انت. علشان كده مهم جدا جدا انه اي قطعه محتوى تنزلها تبقى بتراجع هل هي طالعه بالتوك استراتيجي والتوك تكنيك ده ولا لا. لو حاسس انك انت مش عارف تعمل دوت، اعرف انك انت واقع في حفره انانيه المحتوى. محتواك عنك انت مش عن الناس، فلازم تتحرر من النقطه دي وتشوف الناس محتاجه تسمع ايه في تخصصك وسمعه لهم. ولو مش عارف تعمل ده، دور على منتور يبقى بيساعدك ويقويك انك انت توصل للناس دي.